النهاردة بقى نعمل مع بعض حاجة حلوة سهلة وسريعة، وبجد هترتب علينا في الحر اللي احنا فيه ده. ومفيش اسهل من كده، ولا هنفتح فرن بقى ولا بوتاجاز ولا اي حاجة. هنعملها على الرخامة كده في السريع السريع وندخلها التلاجة. خلاص، تعالوا بينا اوريكم عملتها ازاي. انا هنا جبت 3 اكياس من البسكوت وضربتهم حلو في الكب، ونزلت عليهم بحوالي 3 4 معالق من الزبدة كده بعد ما سيحتها. وهضربها بقى مع البسكوت. انا ما بحبش اكتر الزبدة، هو المفروض يبقى يعني شبه رمل البحر كده تكتري زبدة، بس انا لا، مش بحب اكتر المادة الدهنية. فعادي، مش لازم يبقى متماسك قوي. هجيب بقى كاسات، اطباق، عايزة تعمليها كلها في صينية مرة واحدة براحتك. هنحط بقى البسكوت كده من تحت، ونضغط عليه بالمعلقة كده نعمل كل الكمية. وعندي بار من الشوكولاتة كده، جبت نص كوباية من اللبن، واللبن هنا لازم يبقى سخن عشان يدوب معانا الشوكولاتة. هاخد نص البار بس، وهوريكي بقى النص التاني هعمل بيه ايه. البار كان 10 مكعبات، خدت 5 دوبتهم في نص كوباية من اللبن السخن كده، وهسيبهم على جنب لغاية ما يبردوا. وهجيب بقى كيس كريم شانتيه، وهنزل عليه بنص كوباية من اللبن المتلج. مش عندك لبن حطي مية. هو الكريم شانتيه يعني بتضربيه يا اما ميه متلجه يا اما لبن متلج، اللي يعجبك بقى اعمليه. وهفضل اضربه كده لغايه اما يديني قوام الكريم شانتيه اللي هتشوفوه دلوقتي. ايوه هو ده. خلاص، هنزل بقى عليه بالشوكولاته اللي احنا دوبناها في نص كوبايه لبن. بس هنا الشوكولاته لازم تبقى ساقعه، خدوا بالكم ما ينفعش تبقى سخنه. وهحط معلقتين قشطة وش اللبن كده. وده الى حد ما هيدينا طعم الموس كده من غير جيلاتين ولا اي حاجة، طعمه تحفة. يعني جربي كده الطريقة دي، شوكولاتة على الكريم شانتيه وحطينا معلقتين من قشطة وش اللبن كده. بجد وصفة خطيرة وطعمها تحفة. وعلى فكرة يعني لو مش عندك قشطة وش اللبن ممكن تستغني عنها، مفيش مشاكل. هنحط بقى كده بعد ما ضربناه حلو قوي، هنحطه بقى في الكاسات اللي احنا عاملينها مع بعض من تحت بسكوت، ونسكنه بقى حلو قوي. بصوا، هتاخدوا حاجة حلوة سهلة وسريعة وبجد تحفة. هندخله بقى التلاجة كده حوالي نص ساعة يتماسك، ممكن من ساعة لنص ساعة براحتك. وده وده الشوكولاتة اللي احنا كنا متفقين عليها. النص التاني بقى، هنا بقى مش هنحط في نص لبن، لا هنحط في ربع لبن سخن برضه عشان يدوب معانا الشوكولاتة. خلاص، هندوب بقى ده كان يعني ربع كوباية لبن دوبت فيها باقي بار الشوكولاتة اللي احنا متفقين عليه. وهسيبه لغاية اما يبرد، عشان احنا طبعا بنعمل في لبن سخن، لازم تسيبيه يبرد كده لغاية اما يبقى معانا متماسك زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنزل بقى كل كوباية كده او كاس هياخد معلقتين 3 من الشوكولاتة، وتدخليه بقى التلاجة. وده بسكوت كده يعني البسكوت كان فاض كده، رحت مزينة بيه من فوق. بجد بقى تاخدي حاجة حلوة سهلة وسريعة وهتدعيلي عليها. وبصوا الطبقات بقى، بجد طعمها تحفة وبترطب على القلب كده، شبه الموس الشوكولاتة بس اخف طبعا من غير جيلاتين. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.